أعزائي المشاهدين في المستقبل، معنا النهاردة أحد أهم علماء النفس، وهنسأله عن السبب اللي مجنن الناس. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا بنتي، اهلا وسهلا. انا سعيد جدا ان اخيرا في حد يعني اهتم بيا. بقول لك، هو الجماعه قرايبك اللي جابوني هنا دول كانوا عندي في المستشفى. أيوة، ربنا يشفيهم إن شاء الله. بصي يا دكتور، أنا من خلال جولتي في الزمان ده لاحظت إنه في كتير ناس لما بقابلها بيقولوا لي أنا اتجننت، أنا هتجنن، والله حاجة تجنن. فممكن حضرتك تشرح لنا إيه السبب ده؟ بصي يا ستي، كل حاجه في الزمان ده فعلا تجنن. من اول النظام اللي ركب على دماغنا واللي مصمم يعاملنا على اننا متخلفين عقليا ومجانين. شايفنا عمالين نكح تراب ونطلع من نقره لضحضيره، جزء اول على جزء تاني على جزء تالت، ومتاخرين في كل حاجه، وفي نفس اللحظه شايف نفسه ان هو طبيب الفلاسفه والعالم كله بيتصل بيه عشان يستشيره. صحيح، ده شوية يقول كلام ويقول عكسه، شوية يقول ده احنا شبه دولة واحنا فقراء قوي، وشوية يقول انه عمل انجازات عظيمة بس هو مخبيها من الاشرار. طب هو مش ده الكلام يجنن بذمتك؟ وفعلا كلام يجنن. ضيف على كده بقى ان الناس اللي دعموه ومشي وراه وصدقوه هم نفسهم اللي عايشين المر دلوقتي. فقدامهم حاجه من الاتنين، اما انهم هيتجننوا فيشرفوني عندي في المستشفى، او ان هم تجيلهم حاله بارانويا، يعني متمرمغين في الوحل ومصدقين انهم عايشين حياه ممتازه والعيشه جميله تحت شعار ايه بقى؟ شعار ان اللي احنا عايشينه ده وحش، بس من غيره كنا هنبقى اوحش. اهم حاجه عندهم الشعار اللي بيقول مش مهم اننا نبقى مش كويسين، بس المهم اننا ما نبقاش زي سوريا والعراق. طبعا طبعا، وانا كمان سمعت عن مشاريع كتيره كانت وعدت الحكومه انها هتعملها وما عملتش منها اي حاجه. هنتجنن. وبكده نكون عرفنا حال المجانين في العصر ده. اشوفكم في الكبسوله الجايه، والله يخرب بيوتكم اللي بتاذوا الشباب. هو عاده اللي بيحب الالغاز بيحط الحل مع اللغز، بس احنا اللي بنبقى مش واخدين بالنا. ثانية واحدة، ممكن تقولي الجملة دي تاني يا أروى؟ عادة اللي بيحب الألغاز بيحط الإجابة مع اللغز. أيوة، بس إحنا اللي بنبقى مش واخدين بالنا. يا بنت الإيه؟ الجملة اللي قالتها دي هي نفس الجملة اللي قالها الواد الرخم. برافو يا أروى. طب إيه، هنجيب فلوس منين؟ حد عنده أي اقتراحات؟ طب وفين أفلامك اللي هرينا بيها؟ صدق عندك حق، أنا إزاي ما فكرتش في الحكاية دي؟ عشان أنا فكرت. أنت حظيتي، أنت ما فكرتيش أصلا من أول ما جينا الماضي. طب انجز، هتعمل إيه؟ هعمل طبعا، هعمل حاجة نبيعها ونجيب من وراها فلوس. على السويس سويس سويس سويس، وجبت 100 جنيه. سبحان الله، نفس المبلغ. وانا كمان. ايه؟ لا انا ما اشتغلتش خالص عشان انا عالم، والعالم ما ينفعش يشتغل. ما دي بالسلحفاه يا ارشميدس ونزلها تشتغل مكانك. أنا بقى تعبت وشقيت، اشتغلت في محل بيع عطورات وكنت بوزع عينات مجانية على الزباين وجبت 200 جنيه. يا سلام عليك يا أروى، أنت كده براجلين. نعمل عليه إعلان ونبيعه للناس وبكده هنكسب فلوس كتير. ايوه، بس الاعلان ده هنعمله ازاي؟ عيب عليك، دي لعبتي. ارشميدس ارزع بقى اي رزع من بتوعك بس بسرعه. بس كده؟ اوامرك يا معلم. ابا مين؟ افتحوا الباب، بوليس. كله يعني عشان كنا هنتسجن وانت يو دونت كير. هي اروى فين يا جدعان؟ مفيش فايدة فيه. طول ما انت معاك مخدرات اذا هتفضل مسطول وهتضيعنا ولا ليك اي لازمة. والله ما ليك اي 30 لازمة. انا مش فاهم احنا اصلا جايبينك معانا ليه؟ زحمة على الفاضي. فكك منه يا مازن، يلا يلا يا عم، يلا يلا يا اخويا. عبد سلام، خليك. خليك. ايه ده يا جدعان؟ هي اروى غد؟
عبد السلام يا جوزي، الانكار مش هينفعك. ست انقار ياما كلهم عرفوا كل حاجه، وبعدين دي كانت وزة شيطان. وزة شيطان. عبد السلام ده انت توز 50 شيطان. ما خلاص بقى، خلاص قلنا مش هنعمل كده تاني. يعني انت ندمان؟ ندمان يا ست رهان. واما انت ندمان بتعمل كده ليه؟ فراغ بقى، فراغ، ما كنتش لاقي حاجه اعملها، قلت اما اجرب ابقى ندمان. عارف انك اتفضحت. يا ست عارف. واما انت عارف انك اتفضحت بتعمل كده ليه؟ يا ست خلاص بص اقول لك على حاجه، اخر مره في حياتي هتنيل واعمل كده تاني. مبسوطه؟ عبد السلام انت عارف دي المره الكام اللي بتوعدني فيها انك مش هتعمل كده تاني؟ مش فاكر. دي المره ال50. لا عندك، دي المره ال49، عشان في مره كان عندي ضربه شمس وانت حسبتها عليا مره زور. ايه ده؟ يعني انا ظلمتك؟ ظلمتيني. عرفتي بقى ان انا مظلوم؟ طب انا ندمانه. ايوه. انا عملت كده ليه؟ عشان تجربي احساس الندم يا هاني. ما طلعنيش من المود. ما خلاص بقى يا ست، قلنا مش هنعمل كده تاني. مهما قلت انا مش مصدقاك. احلف لك بايه يعني؟ قلت لك مش هتنيل اعمل كده تاني. برضه مش مصدقاك. طب اغنيها لك. هغنيها لك. واقول لك الحق، يوم ما نلقى بلدنا طبت في اي زنقه. واقول لك الحق، يوم ما نلقى بلادنا طبت في اي زنقه. يحرم علينا شربك يا غوزه، روحي وانت طلقه مالكيش عوزه. دي مصر عاوزه جماعه فايقين. انت ندمان انك غنيت؟ اهلا بيكم في كبسوله جديده مش لاقيين لها اسم لغايه دلوقتي. ممكن نسميها الاجيال الجامده اللي وصلونا للحال ده. احنا في رحلتنا في الزمان ده اكتشفنا انه في ناس مطبلاتيه وناس ورثوا التطبيل اللي بعدهم جيل ورا جيل، وكانوا نماذج للمواطن الطيوب المهاود اللي يسمع الكلام حتى لو ما كانش منطقي عشان يقصر الشر ويمشي جنب الحيط. للاسف الناس دي ما بترضاش تتكلم ولا تقول حاجه لاي حد ماسك كاميرا، بس هم مهمين للبحث بتاعنا. عشان كده انا خليت عبد السلام يخطف لي واحد منهم عشان المستقبل يتعرف على النوع الفريد ده. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا خاطفيني ليه؟ انتوا خاطفيني ليه؟ يخرب بيوتكم. انتوا ايرانيين ولا قطريين ولا اتراك؟ ها؟ في ايه بالظبط؟ انتوا الاشرار اعداء الوطن اللي بينرفزوا سياده الرئيس، صح كده؟ اوه ماي جاد. بتتكلمي انجلش لانجوج، يعني عميله اجنبيه. عميله اجنبيه. خطفاني ليه بقى؟ انت خطفاني ليه؟ هما سؤالين وهنرجعك مطرح ما خدناك. انت ليه بتأيد اي واحد بيحكم وخلاص من غير تفكير؟ يعني لا انت ملياردير ولا بتقبض الوفات اول كل شهر، ولا عيالك حتى بيقدروا يعدوا من قدام كليه الشرطه، ولا تعليمهم جايب لهم شغلانه. حضرتك بقى البلد دي لازم تستقر وتبقى حلوه عشان تتقدم، والرئيس الله يخليه لينا ده مخلص وبتاع استقرار. كلنا بنحبك يا سيسي، كلنا بنحبك، وعمركم هتزعزعوا الحب اللي بينا ده ابدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وانا هفضل كده على طول، طول عمري هفضل كده اغيظكم واحرق دمكم يا بتوع ثوره خساير، يا اشرار، يا بتوع ست ابليس. طب مصر دي مش واخد بالك ان ديونها بتتلتل فوق بعضها، والتعليم والصحه خربوا ورفعوا الدعم وعماله كل حاجه تغلى، وانت واللي زيك مرتباتكم وعشاتكم ما عادتش بتجيب حاجه؟ مش مهم حالتي، انا مش مهم حالتي، مهم حالتك يا مصر. مهم حالة مصر ما تبقاش زي سوريا والعراق ابدا. وهنكمل بنا زي ما الست امال ماهر قالت، طوبه فوق طوبه لازم نبني. انتوا ترجعوني مطرح ما جبتوني تاني. لن تستطيعوا تغيير الفكر بغير الفكر.
لأن الأفكار لها أجنحة. انت فاهم الكلام ده يا حاج؟ لا طبعا، بس أنا لقيت حد كاتبه كده على الفيسبوك وعليه صورة سيادة الرئيس يعني بجسم أسد كده، بصراحة بقى قمت حفظته. انا صفر. طب ما علينا من موضوع الرقم، ممكن حضرتك تقول لي اوردر بتاعك؟ الوجبة الكبيرة كفتة، شيش، صدور، رز، سلطة كتير، وكتر الطحينة كتر الطحينة كتر الطحينة. كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. تلميذي أداء تلقائي كده وطبيعي، طبيعي خالص. انت هايل يا ابني، انت سبقت استاذك، عديته وعديت حتى البراميل. انت تررن تررن. ايوه تررن تررن. يو ايوه بقى. تررن تررن. هو مفيش غير اروى في البيت؟ تعالي يا اروى حاضر، روحي يا اروى حاضر، اقعدي يا اروى حاضر، ربنا ياخدك يا اروى بقى عشان كل الناس ترتاح منك. هو المفروض اقول ايه بعد كده؟ المفروض حضرتك تركزي، لان اول حاجه بصدق. تررن تررن. أشد. تررن تررن. تررن. ايوه يوه، كل حاجة على دماغي انا. اوسي فاروق عنده 3 عيال، كل واحد فيهم انيل من التاني، واحد امين شرطة والتاني امين جيش والتالت في الاعلام، بس ال3 بتجمع ما بينهم حاجة واحدة. هموت واشرب كوبايه الشاي دي. بس ده عصير ومش شاي. طب الحمد لله. ليه؟ مش سامعاني وانا بقول لك اموت واشرب كوبايه الشاي دي؟ اكيد مش عايز اموت. يا رب صبرني. ما تديني كوباية العصير دي. لا، دي بتاعت الشعب. أروى اظبطي. عبد السلام اظبط انت، احنا بنمثل. طب ومش عاوزة تديها لي ليه؟ عشان انت مش هتديها للي يستاهلها. وعرفت منين؟ هقولك في اخر المسرحية عشان ما نحرقش كل حاجة. اوكي. هل لفيت جبات للصبح؟ غصب عني، ما انا غلبانة، انا الشعب المظلوم وانتوا السلطة المفترية. فين